صلوا صلوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولن تحصوا، امشوا على طريق الاستقامة مش هتعرفوا تلموا كل أعمال الاستقامة. طيب نعمل ايه يا رسول الله؟ واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه. اعظم حاجه، هي دي اكتر حاجه تقدر ان انت تحافظ عليها وتستقيم عليها وتواظب عليها، فتكون فارقه في علاقتك مع الله وفارقه لك في دينك ودنياك. اما تقوم تتوضى خلي المشاعر في قلبك فياضه، اما تروح للمسجد اعرف ان الخطوات دي مش خطوات عاديه، يعني انشغل بالله عز وجل. ولذلك انت دلوقتي بيضاء لك النور. بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامه. الصلاه دي هي اللي بتنور لك كل دنيتك واخرتك. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام سماها كده، الصلاه نور. يعني ما فيش نور في حياتك اعظم من الصلاه. نور في دنيتك، نور في قبرك، نور يوم القيامه. والدعاء اللي انت بتقوله وانت رايح الصلاه اسمه ايه؟ اسمه دعاء الانوار، سماه اهل العلم كده. ايه هو؟ اللهم اجعل في بدني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل في لساني نورا، واجعل في شعري نورا، واجعل عن يميني نورا، واجعل عن شمالي نورا، واجعل من فوقي نورا، واجعل من تحتي نورا، واجعل لي نورا، واجعلني نورا. يبقى إذا دعاء الأنوار ولا لا؟ ليه؟ لأن الصلاة نور. الوضوء نورك، من حافظ عليهن كن له نورا. ده النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي بيقول كده، وبرهانا ونجاة يوم القيامة. نور نور، الدنيا بتنور. وايه اللي بينور؟ اوعى تفتكر بس حاجة ولا ده في القبر، لا لا، نور 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 عام. أهل العلم قالوا هذا نور في الدنيا. أنت مبارك، إنسان نفاع، ماشي، كل حاجة نور. شغلك ربنا منوره، وظيفتك، دراستك ربنا منور، ربنا ينير لك بصيرتك وينير لك فهمك، ربنا عز وجل ينير لك حياتك. ولذلك كان شعار بعض العلماء أقم الصلاة ينير الله عز وجل لك الحياة. حياتك كلها تنور.